رجع الوداد، نقدروا نقولوا بان رجع الوداد السكه الصحيحه ديالو. بسم الله الرحمن الرحيم. فبالنسبه للمقابله اليوم كان اوبليجي خصنا ناخذوا 3 نقاط. الكل كيعرف ان المباراه اللي جايه ان شاء الله عندنا مباراه اللي حاسمه، كنتمناو ان شاء الله اننا نبقاو في هذا المستوى اللي ظهرنا به اليوم ونرجعوا للثقه، اللي اهم شيء ان الثقه ديال الجماهير الوداديه ترجع بينها وبين اللاعبين. هذا اهم شيء بالنسبه لنا اليوم. بدر، بالنسبه لك العوده الرسميه يعني في ظل تواجد مجموعه من الاسماء يعني اللي كبيره، يعني كيفاش كتشوف هذا النقطه؟ ما بصراحه كان هذاك قرار المدرب، انا كنأدي داك الشيء كما ينبغي، وحتى المجموعه ان شاء الله بهذا الفوز غادي تكون ان شاء الله احسن في المباريات اللي جايه، وان شاء الله اللي يكون في التيران يكون يعطي الماكسيموم ديالو، هذا هو الاهم اللي كاين. قدر المدرب تكلم خلال الندوه الصحفيه ان اللاعبين اجتمعوا وطالبوا من المدرب فوزي البنزرتي بالبقاء، شو الحوار اللي دار بينكم بين المدرب هذا الاعلان ديالو على الاستقاله والتراجع ديالو؟ كنظن ان الكل كيعرف فوزي البنزرتي ولا فالور ديالو، كذلك حنا المشكل اللي كاين هو مشكل ديال النتائج اللي ما جاتش في هذه المباريات الاخرى. كاينه ثقه بيناتنا ما بين اللاعبين والمدرب. الحمد لله اليوم احتاجنا 3 نقاط اللي غتعطينا واحد الحافز باش المباريات ان شاء الله نزيدو نكونفيرميو ونردوا الثقه الكبيره اللي قلت لكم على باش تولي ما بين الجماهير واللاعبين.